بعض النهارده. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اسهل طريقه رز بالشعريه، سهل وبسيط. يمكن اي بنوته تخش تعمله بس دايما بيعجن منها، فاحنا هنعمل النهارده اسهل طريقه رز بشعريه كل الناس بتحبها مع الملوخيه. هنا معانا حوالي 3 كوبايات رز. هنا معانا حوالي 3 كوبايات رز اهو. اسهل حاجه ان ال3 كوبايات رز هندي كل معلقه رز معلقه سمنه او زيت او زبده زي ما انت تحبي. يعني كل كوبايه رز تاخد معاكي معلقه رز، تاخد معاكي معلقه زبده او سمنه او زيت. هنحط برضو الشعريه عشان يطلع معاكي رز حلو. لكل كوبايه رز تاخد نص شعريه. يعني انا عندي هنا 3 كوبايات رز، هحط عليهم حوالي كوبايه ونص شعريه. هنا هحط حوالي 3 معالق زيت، 3 معالق زيت كده يعني. هنا هنحط حوالي زي ما قلت، هنا حوالي كوبايه ونص شعريه حسب ما تحبي. لو عايزه تقللي براحتك، بس انا بنحب الشعريه كتير في الرز زي ما انت تحبي. بس هو المظبوط لكل كوبايه رز بتاخد نص شعريه، وبتاخد حوالي معلقه سمنه كبيره. يعني هنا انا حاطه 3 معالق زيت مع الشعريه زي ما انت تحبي الدهون بس عشان يطلع معاكي رز مفلفل وجميل وحلو. هنا لكل كوبايه رز بتاخد معلقه كبيره من الزبده او السمنه، الدهون اللي انت تحبيها اللي تفضليها ليكي. وهنا لكل كوبايه رز بتاخد نص شعريه، يطلع معاكي مظبوط. والكل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه. الرز المصري بياخد كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه قبلها، زي ما انت تحبي الدهون. عايزه تضيفي الدهون شويه تاني ينفع، عايزه تقللي براحتك. ممكن تحطي سمن مع زبده، تحطي زيت مع زبده، سمنه مع زيت، اللي انت تحبيه واللي تفضليه. هي دي سهله، وصفه سهله ومش محتاجه، بس بنوتاتنا كتير تكون لسه داخله المطبخ جديد فبتكبر الرز بيعجن منها، الرز بيشيط. يعني كل مشاكل الرز هنحلها ان شاء الله في الفيديو ده. من ميه فهياخد معاكي حوالي كوبايه وربع او كوبايه ونص ميه لكل كوبايه. كده هندوق نشوف الملح بتاعنا ايه. ممتاز. كده هنغطيه ونسيبه لحد ما يتشرب ونرجع لكم تاني. هنا الرز بصي ابتدى يتشرب، فهوطي عليه النار، هوطي عليه النار خالص، واطيه خالص. اوطى نار عندك دي ممكن نقلب كده قليبه علشان كده اهو ابتدى يتشرب. وهحط على نار اوطى نار عندك تحطيه عليها، اوطى نار وتهدي عليه خالص. لو لازق في بعضيه كان تلاقيه بيعمل زي المعجن في بعضيه، لكن بصي لسه سخن. يعني كل ما يبرد بيفلفل اكتر اهو. بصي ورز بسيط جدا، يعني لو سايب حتى كده من عند العطار يعني اهو. اعمليه كده بالطريقه دي مش هيبقى منك ابدا معجن. هكبسهولك في الطبق كمان.
اهو. بص اهو، بصي اهو بالواحدة اهو. وبتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. وقلنا كده كل كوباية رز بتاخد معاكي حوالي كوباية ونص مية، عشان خدت معايا كده كوباية ونص مية. الرز ده بايدك انت لحد ما توصل كده العقلة كده من صابعك المية. يعني كل كوباية بتاخد كوباية ونص كده، زي ما قلنا كوباية ونص من المية. كل كوباية رز تاخد كوباية ونص من المية ونص شعرية، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من السمن. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، سهل وبسيط اهو. بصي اهو، بصي. يا رب يكون عجبكم الفيديو. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. شكرا لكم.